بدأنا أهو. أوكي. السلام عليكم يا شباب، كيف الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. أهلا بكم في فيديو جديد في سلسلة مدارس المتفوقين. النهاردة هنتكلم على مدارس ستيم، وهيكلمنا عنها طالب متميز وهو محمد أبو علام. طبعًا النهارده يعني ده فيديو جديد من قناة فرصك، وفرصك ده أول محتوى عربي للعرب بيوفّر ليهم معلومات أكتر عن الفرص المتاحة ليهم من حول العالم، وده مصدرك لأي معلومة أنت هتحتاجها لأي فرصة متاحة ليك. وطبعًا لو في أي سؤال أنت هتبقى محتاج تسأله على أي حاجة هنتكلم فيها النهارده، تقدر إن أنت تحطها وتسيبها في الوصف. وطبعًا إحنا هنحاول نكون مغطيين كل النقط اللي أنتم ممكن يعني كل النقط اللي ممكن تشغل بالكم. طبعًا إحنا سايبين form أي حد حابب إن هو يحط سؤال كان حَط سؤاله، وأي حد حابب يكمّل يحط أسئلته ممكن يحط أسئلته، وبيوفّر الإيميل. ولو في أي حاجة أو أي إجابة مثلًا لقينا إن إحنا ما كانتش مذكورة في الsession، على طول بنبعت الرَد على طول على الإيميل، تمام؟ طبعًا تذكّر إن أنت دائمًا تقدر إن أنت تساهم في إفادة غيرك عن طريق إنك تشارك الفيديو وتعمل لايك وتشترك، تمام؟ بس فعلًا محظوظين النهارده إن إحنا معانا محمد. عرّفنا عن نَفْسك أكتر يا محمد بشكل عام. بشكل عام يعني فأنا طالب في ستيم اسكندرية، داخل تالتة دلوقتي. أزود كده عن كده أكتر ولا؟ تمام، أهلًا. طبعا. طيب احكِ لنا أكتر على مدارس STEM والدنيا في STEM عاملة إزاي؟ هو كبداية الصورة العامة عنها إن هي بديل للثانوي، بس إيه، بنبقى متعمقين أكتر في المواد وبيبقى علينا مشاريع. ده الصورة العامة بشكل عام يعني. أما لو التفاصيل فممكن نحدد نقط نتكلم فيها. طب هي موجودة فين، داخلية والّا لأ؟ هل هي مشتركة والّا لأ؟ تمام. والعدد السنين وكده؟ براحتك عادي. هو لما دخلت كانت 19 في المدرسة في الجمهورية، دلوقتي تقريبا أكتر من 20. المدارس مشتركة، بس المشترك بيبقى إيه؟ يعني جوه سور المدرسة في مبنى للبنين ومطعم ليهم، ومبنى للبنات ومبنى للمدرسة. بس في مدارس بنين بس، وفي مدارس بنات بس ده قليل يعني. بس منفصل في كل حاجة، وع و السكن، و الدراسة إمم. وعدد يعني. السنين بتكون 3 والّا أكتر كمان؟ 3 زي النظام العادي يعني. أوكي. السكن عامل إزاي والأكل والإشراف وكل ده، هل حاجة مطمنة للأهالي والّا ممكن يكون في تقصير فيها والّا الدنيا عاملة إزاي؟ هو الموضوع بيختلف من مدرسة للتانية يعني. في مدارس الطلاب فيها بيشتكوا، في مدارس كويس، في مدارس نص نص. بس بالنسبة يعني للمدرسة اللي أنا فيها فالأكل بيتراوح من كويس مقبول، ساعات كويس جدا. السكن 3 أدوار لكل دفعة دور، مبنيين، مبنى للبنين ومبنى للبنات، وكل مبنى ليه مطعم خاص بيه، ومبنى المدرسة. النظام بقى اليوم الصوت اه بس مش واضح أوي قدامي دلوقتي. تمام. بيبقى بنروح عادي زي الثانوي بره. بيبقى عندنا الأسبوع كل يوم دراسي. بنروح من أول السبت لحد الخميس. بنقعد في البيت يعني الخميس من الساعة 3 كده، أو في الوقت ده يعني. وبنروح السبت برضه بالليل، بيبقى في أتوبيسات بتودينا للمكان يعني، بتودينا المدرسة. ومتوفر شوية بيكون في بس كام حد فما معاكم أعرفش. أصلًا بتكونوا كام حد في الأوضة والّا كل واحد بيكون ليه أوضة وكده في السكن؟ لا، هو عندنا أربعة في الأوضة، بس في مدارس 8، في مدارس أقل يعني. مش ثابتة في المدرسة. مثلا الفيوم فيها 8، إحنا عندنا 4 في الأوضة. حلو جدًا. ده دي حاجة غطينا شوية معلومات عامة عن المدرسة، يعني أعتقد مم. أكتر جزء ممكن يكون مهم في المدارس وهو المنهج بيبقى عامل إزاي، السنة الدراسية بتكون متقسمة إزاي، ويعني على أساس إيه، أو إيه الحاجات اللي أنت المفروض تكون مخلصها عشان تتخرج أصلًا من كل سنة دراسية، وإيه المواد اللي أنت بتدرسها، وطريقة التدريس هناك أصلًا عاملة إزاي. فدي برضه من المعلومات. ابدأ احكِ لنا عنها يعني. ماشي تمام.
ال3 سنين بيبقى تقسيمة الدرجات يعني. نبدأ الأول تقسيمة الدرجات وبعدين نتكلم عن المواد. في أول سنتين بيبقى 60% على المشروع أو الكابستون. الكابستون بقى بينقسم لجورنالات، ودي أسئلة أو امتحان صغير كده بيبقى كل أسبوعين مقالي، بينقسم للحاجات عن المشروع، ونربط المشروع بالحاجات اللي بنتعلمها أو المواد يعني. وفي ثالثة بيبقى عليه 20% بس. أما بالنسبة للمواد فيعتبر زي العادي، بس ما بناخدش فلسفة والحاجات دي. ومن أول أولى بناخد ميكانيكا وجيولوجيا. بره يعني ما بياخدهمش من سنة أولى. وعندنا الفرق برضه في الرياضيات أو الماث. بره بيبقى متقسم، عندنا بيبقى على بعضه كده. لو هنتكلم عن اليوم الدراسي، نتكلم عن اليوم الدراسي برضه، ولا يعني من ضمن تفاصيل ايوه ايوه، نتكلم عن اليوم الدراسي. عندكم بتاخدوا كام حصص وكده؟ احنا عندنا بنقعد من 7:30 لحد الساعة 3، وده يعتبر من السلبيات نوعا ما. أغلب الناس بيعتبروها من السلبيات عشان فترة اليوم الدراسي يعني كبيرة. النظام بيبقى السيشن ساعة ساعة وربع. المفروض بقى ودي نوعا ما سلبية برضه، إن الشرح، الصورة النمطية من الشرح على الطلاب، صح؟ ايوه ايوه. اللي بيتقال يعني ده مش بيحصل دايما. عادة يعني المدرس بيحاول يشرح، وساعات ما بيوفقش في كده، وساعات بيجيبها يعني بيشرح كويس. أما موضوع إن الطلاب هم اللي يشرحوا فده مش دايما أوي. ده من ضمن الصورة النمطية عن المكان يعني. آه، أبطأ كتير فدي مشكلة. طيب انا كمان كنت عرفت، يعني هو انا اللي انا عارفاه، وان كذا حاجه برضو اتقالت في الحته دي، وهي ان هو المدرسين ممكن يبقوا حاطين في بالهم إنه دول إمم، طلاب متفوقين، فإحنا يعني مش لازم إن إحنا نركّز أوي، هم هيقدروا يستفيدوا بالمصادر بنفسهم. الدنيا يعني هتبقى سهلة بالنسبة لهم، لأنهم يقدروا أو عندهم المهارة إنهم يتعلموا لوحدهم. إمم. وفي بعض الناس بيقولوا تمام، دي مش مشكلة، ده أصلًا المفروض اللي هم يتوقّعوه، وإن هم المدرسين المفروض بس بقى ساعتها يكونوا متاحين لو في أي سؤال أو في أي مساعدة خارجية الطلاب محتاجينها، فبالتالي يتوجّهوا للمدرسين. فأنت شايف الدنيا دي تمام. هل أنت شايف سبب إن من أسباب أو من نتائج إن المدرسين مثلًا ممكن يكونوا فعلًا معتبرين إن الطلاب دول شاطرين جدًا وهيقدروا يجيبوا المعلومة لوحدهم، فبالتالي مش بيوفّروا المعلومة بشكل كامل وبيدّوكوا المصادر؟ هل دي ممكن تكون حاجة إيجابية في أي سيناريو، فبالتالي بيوفّر لك معلومة مثلًا أو بيدّيك مهارة إن أنت تبحث على حاجة لوحدك، والّا أنت شايف لأ، أنت كان ممكن يسهّل عليك حاجات كتير أوي لو هم كانوا بيوفّروا الحاجة بشكل كامل؟ هو في نقطة، الصورة النمطية إن المدرس مرشد، بس المشكلة هنا إن المدرس لمّا تكلمه في حاجة، مش كل المدرسين طبعًا، يا يقول لك ابحث عنها بنفسك، أو يقول لك مثلًا إيه، يشرحها لك بس مش الشرح اللي هو. فالنظام بيعتمد على الطالب أكتر شوية، فده بيشكل نوعًا ما ضغط، وممكن ما يعتبرش ضغط أوي. بس فهمت. طب احكِ لنا أكتر على موضوع الcapstone أو مشروع التخرُّج. ده بيبقى بيتحدد لنا من وحدة الSTEM كل ترم. بيبقى أول حاجة بنتقسم فرق، يا من 4 يا 5. والمشروع بينقسم أول حاجة ل3 أقسام، ممكن نقسمه 3 أقسام يعني: بوستر وبورتفوليو وبروتوتايب. البروتوتايب ده اللي هو المشروع نفسه، أو ممكن نقول الموديل، أو الحاجة اللي بننفذها في أرض الواقع. البورتفوليو ده زي السيرة الذاتية للموضوع، بنكتب فيها تفاصيل المصادر اللي بحثنا فيها، الخطوات اللي عملناها، مقدمة عن الموضوع أصلا والمشاكل اللي بتواجه مصر، والمشاكل اللي المشروع ده هيساعد في إن هو يحلها. البوستر بيبقى مختصر شوية وبنعمله في المعرض، عشان بيجي لنا جادج في 3 جادجات في المعرض أو 4.
بيناقشونا في المشروع يعني وبنتكلم عنه، فبيتعمل بوستر بيبقى الموضوع فيه مختصر عشان نوضح لهم فكرة المشروع ماشي ازاي، الحاجات النتائج اللي طلعت، وتحليل البيانات اللي طلعت، والمدخلات وكده. طب انتوا بعد ما بتخلصوا كل ده وبتتخرجوا الحمد لله ويبقى معاكم مشاريع بتاعتكم، مم. وهل انا صح يعني انتوا كل ترم او سوري كل سنة بتعملوا بروجكت او موضوع الكابستون ده، ولا هي بتكون اخر سنة بس في التخرج؟ لا، كل ترم، بس في ثالثة بيبقى واحد بس، وعليه 20 وعليه 20%، ولو التانية عليه 60%. فهمت. أنتم بقى بعد ما بتخلّصوا وتتخرّجوا الحمد لله من الترم اللي أنتم كنتم فيه أو السنة اللي أنتم كنتم فيها، هل متاح ليكم إنكم تستعملوا الproject اللي أنتم عملتوه أو المشروع اللي أنتم عملتوه، مثلًا تشتركوا فيه في مسابقات، تقدروا تاخدوا الفكرة بتاعته وتطوّروا عليها بعد كده، والدنيا في الموضوع ده عاملة إزاي؟ متاح عادي، وحتى أثناء الدراسة، بس بيطلبوا بس إن اللي هيستخدم البتاع ده قصدي المشروع يعني في مسابقة أو حاجة، ياخد موافق باقي أعضاء الفريق وتمام، حتى تحفة. مش لازم بعدها. إمم. وفي ناس حلو عملوا أوي. عندنا عادي. حلو جدًا، جدًا. طب دلوقتي بيئة المدرسة، ليه إمم، ممكن STEM تكون خيار أفضل من باقي المدارس، أو ليه ممكن حد يحطها في الرغبات أعلى من إمم، رغبة معيّنة؟ اللي أنا أسمعه عن STEM إن هو والله العلاقات اللي أنت بتكوّنها هناك بتكون كويسة بسبب إن آه، أنت مُحاط بناس أو ببيئة إمم، مُحفّزة. احكِ لي أكتر عن تجربتك. هي دي أفضل ميزة فيها، المجتمع، عشان هو بتلاقي الناس حواليك بيعملوا حاجات، بيشتركوا في مثلًا في مسابقات، في summer programs والحاجات دي، فبتتحفز على الموضوع. المهارات بقى اللي بتكتسبها لوحدك زي الإنجليزي والبحث والحاجات دي. نقطة ليه تحطها، فدي شخصيًا باشوفها إن هي بتعتمد على الشخص نفسه، يعني يعرف المميزات والعيوب ويختارهم. فلو نقسمها لمميزات وعيوب من رأيي الشخصي، أو أحاول أكون حيادي شوية. أيوه، أيوه قسّم. مش الصوت بس. ماشي. لو هنتكلم عن المميزات، ال المجتمع أول حاجة، اللي بيحفزك إن أنت تتحسن، والعلاقات بين الطلاب، إن أنت بتتحط في جو إن أنت بتعمل مشروع وحاجات كده، مع إن النقطة دي مش ميزة أوي، يعني فيها بعض العيوب البسيطة، زي مثلًا موضوع المشروع ساعات بيبقى تحسه متكروت، أو الإدارة مش فاهمة فيه أوي. في أما العيوب بقى، إن أنت بتبقى مضغوط جدًا، عشان بيبقى عليك شغل كتير، المناهج كبيرة، أكبر من ثانوي عام بكتير، ممكن 3 أضعاف والّا حاجة. المشروع بيبقى مُعقّد نوعًا ما، وبتفشل أكتر من مرّة، وبيبقى مضغوط عليك شوية في تسليم المهمات المطلوب منّك. يعني بيبقى في سيشن في الأسبوع، سيشنين في الأسبوع بيبقى كاب بس، بيبقى في مدرس مسؤول عن الكاب عندك، بيطلب منّك حاجات وكده، بيتابع مع الفصل يعني، فبيبقى في ضغط على الطالب، ضغط عالي. بس هو ممكن أحيانًا هل ممكن إن بيئة الضغط دي تبقى حاجة كويسة مثلًا، إنه بيعلّموك إنه أنت أصلًا كده بعد هو كده لو أنت اشتغلت في أي مكان هيبقى في ضغط وكده، آه والّا هو لأ، ع يعني خلّونا آه، نستمتع وكده؟ هو على المدى البعيد بيحسّن فيك، بس لمّا تبقى في الموقف نفسه فما بيبقاش أحسن حاجة، بس على المدى البعيد بتستفاد، يعني بعد ما تخلص من الضغط والموضوع ده، بعد كده بتبُص على الموضوع تقول أنا استفدت، مثلًا اشتغلت تحت ضغط، عملت حاجات، مثلًا في حاجات بتبقى بتعملها في أسبوعين بتعملها في كام يوم، آآ بتضطر إن أنت تشتغل بقى على طاقتك، ففي حاجات كتيرة بتلاقيها وبتكتسبها يعني. طب هل بسبب الضغط ده مثلًا ممكن حد من الطلاب يلاقي وقت إن هو يشترك في حاجة خارجية عن المدرسة؟ يعني أنا
لمّا بافكّر فيها لو أنا هابقى مشغولة دايمًا بحاجات المدرسة طالباها منّي، هل هيبقى عندي فرصة أو وقت إن أنا أو فرصة إن أنا أرتّب وقتي أشترك في حاجات أنشطة طلابية خارج حاجات المدرسة؟ هو بتبقى الموضوع في وقت طبعًا، بس ممكن تنظّم وقتك عادي يعني، في ناس عندنا اشتراك في مسابقات إلى جانب الدراسة عادي، بس ده بيعتمد على تنظيم الشخص لوقته. فهمت، ممكن شخص تحفة، ينضغط تحفة. أوي فما يعرفش يعمل حاجة، وممكن حد يعرف، فدي نقطة شخصية نوعًا ما. فهمت، تحفة حلو أوي. طيب غير كده أنتم دلوقتي من برضه حاجات أنا سمعت إنها مميزات عن STEM بس أنا مش متأكدة، إمم. هل فعلًا المدرسين الموجودين بيوفّروا ليكم أي فرصة متاحة بيدّوكم تفاصيل عنها؟ هل بيوفّروا لكم مساعدات إنكم تتميّزوا في المسابقات أو الفُرَص أو المِنَح، بيساعدوكم في التقديم، بيساعدوكم ترتيب الدنيا في الأوراق، هل بيساعدوكم بأي شكل من الأشكال والّا أصلًا بيوفّروا لكم المعلومات عن الموضوع ده والّا ده بيكون اجتهاد شخصي بينكم أو حد بيعرف المعلومة فبيقول للتاني وكده؟ هو عندنا في مُدرِّسة عاملة مجموعة واتس بتحط لنا عليها الفُرَص والحاجات دي، هي ما بتبقاش شاملة كل حاجة أوي أو مغطية حاجات كبيرة، بس النقطة دي بيعوّضها إن في مجتمعات تانية من الطلاب بتركّز أكتر على الموضوع ده. يعني في ناس في مُدرِّسة عندنا بتعمل الموضوع ده، بس ما بيبقاش اللي هو شامل كل حاجة وحاجات كتير، بس المجتمع فهمت. بيعوّض النقطة دي، مجتمع آه الطلبة. طبعًا، طبعًا إن إمم. أنت تكون في مكان حواليك ناس كل الناس كل شوية تتكلم على حاجة أنجزوها، غصب عنك هيبقى طول الوقت آه. نِفْسك إن أنت تعمل حاجة، بتعرف عنهم المعلومات، وخاصةً إنهم بيكونوا راحوا هم وجربوا الحاجة، تقدر إن أنت تكتسب منهم معلومات عن الحاجة دي على طول، بدل ما أنت تبحث لوحدك. لكن سؤال هنا، إمم. هل ده ممكن يؤدي لضغط نفسي، أو إن هو لأ أنا دايمًا لازمًا أكون باعمل حاجة؟ غالبًا آه، أحيانًا، يعني لمّا تحس إن أنت متأخّر عن الناس شوية، ما بيبقاش شعور أوي حلو أوي يعني، بس من ناحية تانية برضه هو بيدفعك إن أنت تتحسّن شوية. هل طَب أنتم دايمًا بتلاقي دعم، هل لمّا حد بيروح في حاجة، بتلاقي إن هو حابب وبالعكس هو نِفْسه إن هو يرجع ويتكلّم ويقول لغيره عشان يروح وفعلًا يقدّم وكده؟ هل المجتمع متعاون؟ آه. أنت شايف إن كُلّه فعلًا بيحاول يساعد غيره؟ وحتى الناس اللي بيشتركوا في مسابقات ويجيبوا فيها مراكز أو ياخدوا منها تجربة يعني، فساعات بيعملوا للطلاب الأصغر منهم حاجة اسمها night session، يعني يجمعوهم مثلًا في أوضة المذاكرة، يتكلموا عن الموضوع معاهم، يشرحوا لهم خطوات التقديم وكده، وال وال والخبرات اللي خدوها من الموضوع ده، عشان لو حد هيقدم يبقى عارف الموضوع ده قبل ما يدخل مثلًا. تحفة، أعتقد دي والطلاب ممكن حاجة مهمة. إمم. كمّل، كمّل. وحتى غير كده في نظام المدرسة نفسه، الطلاب الأكبر مننا أصلًا كانوا بيشرحوا لنا في بداية المدرسة، في فترة الsummer camp يعني، اتكلموا معانا عن نظام المدرسة، نعمل إيه، الjournal ونكتب فيه إزاي وكده، ففي تعاون أهو. تحفة. طب سؤال كمان بقى، هل المدرسة بتلعب دور في إنها تكوّن مهاراتكم الناعمة أو مهاراتكم الشخصية، غير الجانب التقني والمواد الدراسية والامتحانات والبروجيكتات بقى إمم. وكل إلى ما ذلك، هل بتوفّر حاجة أو أنت شايف إن بسبب حاجات كتير أنتم بتعملوها مثلًا بتقدّموا مشروع، بتحتاجوا إنكم تروحوا تمثّلوا المدرسة مثلًا في event معيّن أو حاجة، هل ده بينتج من خلاله تكتسبوا مهارات حياتية ممكن تفرق معاكم أو تفرق بين شخص خارج من STEM وشخص عادي خارج دارس الحاجة اللي أنت بتدرسها في STEM في مكان تاني؟ هو بشكل أساسي طبعًا الexhibition أو المعرض بتاع المشروع، يعني بنقسّم الشغل وطريقة العرض نفسها وإن إحنا نتكلم ونشرح، ده غير أصلًا التعامل لمّا نيجي مثلًا أثناء العمل على المشروع، بنبحث إحنا مثلًا نروح نسأل دكاترة الجامعة في الموضوع ده، أو ناس في البحث العلمي، ولمّا نيجي نتعامل مع السوق نفسه، لمّا نيجي نشتري حاجة ليها علاقة بالمشروع ونلِف وكده، و إن برضه التواصل، في مهارات التواصل مثلًا إيه، ما فيش حاجة مثلًا غير تحفة. يعني.
تحفة، لأن كده حتى في حاجات أنا شايفة إنه ممكن الطلاب يبدأوا يتعرّضوا لها في جامعة، أنتم من دلوقتي بتتعرّضوا لها، فالموضوع بيسهّل عليكم حاجات كتير جدًا، إمم، وبيخلّي معاكم مصادر، بيخلّي بتقدروا تكوّنوا علاقات ويبقى معاكم مصادر، فحتى في أي وقت لو ما كانش معاكم معلومة معيّنة، تقدروا تعرفوا المكان اللي هتجيبوا منه المعلومة، آه، ولو مش عارفين المكان تقدروا تتواصلوا مع حد يقول لكم فين أو الشخص اللي ممكن يساعدكم، شايفاها إمم. حاجة مهمة جدًا يعني. طيب، أعتقد إحنا غطينا أهم النُقط عن إيه هي المدرسة، وليه هي المدرسة دي ممكن تكون خيار مناسب للناس كتير جدًا، بس أنا بحاجة معيّنة بس عايزة أتكلم عليها أكتر، أنتم هناك إيه الحاجة اللي بتدرسوها؟ يعني هل مواد علمية، هل مواد حاجة ليها علاقة يعني علمي رياضة والّا علمي علوم؟ هل في تخصصات عندكم option إنكم بعد كده تتفرّعوا والّا إيه الدنيا عاملة إزاي؟ هو في البداية بندرس المواد كلّها بتاعة ثانوي بس كأسماء بس، ما عدا الفلسفة الحاجات الأدبية التركيز عليها مش كبير أوي. بناخد مثلًا العربي، الرياضة، بس الرياضة الفرق إن بيبقى متجمّعة على بعضها مش زي ثانوي عام، والأحياء والكيميا والحاجات دي، بس المنهج عندنا بيبقى متعمق بزيادة أوي، ومش نفس المواضيع بتاعة ثانوي عام، بيبقى متحدد لنا إحنا منهج أو عناوين. العناوين دي ما تلاقيلهاش محتوى محدد على النت مثلًا تقول أنا هاخد ده يبقى خلاص أنا غطيت المطلوب مني، هم بس بيدوك العناوين وأنت تبحث، فدي برضه نقطة إن أنت الدراسة معتمدة على الطالب شوية، وإن هو يبحث ويتعمق. بالنسبة لنقطة التخصص ده في تالتة، بتحدد في تالتة يا تاخد يا علمي علوم يا رياضة. أنتم متاح عندكم موضوع إن بيبقى في دروس أو هل في حاجة مشابهة بالدروس أنتم ممكن تكونوا بتلجأوا إليها والّا لأ عادي كُلّه بيقدر يتأقلم؟ هو في دروس أونلاين متاحة لطلبة الSTEM من يا خريجين المدارس قبل كده أو مدرسين STEM، بس ده ظاهر نوعًا ما جديد يعني مش من أول المدرسة، مش أول ما المدرسة اتعملت يعني، بس متاح. تحفة. طب هل المدارس تندرج تحت المدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية والّا لأ هي حاجة لوحدها؟ ومش مُلِم بالنقطة دي أوي، بس اللي أعرفه إن مش هاعرف أتكلم في النقطة دي أوي للأسف. أوكي تمام مش مشكلة، طبعًا نشوف أنا أبحث أكتر، إمم، وطبعًا إحنا أصلًا كل حاجة هنتكلم عليها إمم، هتبقى معروضة بشكل ظريف يعني ك في presentation فحتى الكلام لو أنت حابب تاخده screenshot يفضل معاك، وطبعًا الpresentation أو الPDF أو الملف اللي عليه كل الكلام وكل النُقط اللي إحنا اتكلمنا عليها، هيبقى متاح برضه تحت في الوصف لو حد حابب إن هو يحمّله بعد كده ويبدأ إن هو يقرأه يعني من غير ما يسمع الsession أو حابب إن هو يسمع الsession بعد كده يقرأه ويفضل معاه النُقط متخزنة في مكان بشكل مرتب، ده برضه هيبقى حاجة متاحة. بس، فإحنا كده تقريبًا اتكلّمنا على إيه هي المدارس، ليه المدارس دي كويسة، واتكلّمنا في تفاصيل أكتر عن المنهج والمواد، الحياة اليومية والحياة الأكاديمية، اتكلّمنا على البيئة والتطبيق وطريقة التدريس، والدروس أصلًا اللي أنتم بتتعلموا عنها أكتر يعني. فنيجي لأهم جزء، بعد ما شخص فِهِم أكتر عن المدرسة إمم. وأُعجب بالمدرسة وحابب إن هو يبدأ إن هو يقدّم عليها وكده، إزاي أعرف هل أنا مناسب أقدّم والّا لأ؟ إيه هي شروط التقديم؟ هو في العادي بيبقى الشروط درجات محددة، كان على أيامي تقريبًا 98 واتقفّل للمادتين لل3 و95 واتقفّل مادة تقريبًا بس اتغيّرت دلوقتي، تقريبًا دلوقتي يا 98 ومش مقفّل حاجة ال3 مواد اللي هي إنجليزي ورياضة وعلوم، أو 95 ومقفّل مادة من ال3 أو غير ده أصلًا يعني مش لازم تجيب الموضوع ده ويبقى معاك براءة اختراع، تعرف تقدّم على طول، دي الشروط يعني، يا ده يا ده. حلو جدًا. أوكي، طيب في موضوع هل ممكن حد مثلًا كان خلّص مثلًا تالتة إعدادي ودخل أولى ثانوي في مدرسة ثانوي عام أو أي مدرسة تانية، لكن حَب إن هو يرجع وعجبته STEM وعرف عنها متأخر وحَب إن هو يرجع يقدّم عليها، هل هيبقى متاح إن هو يقدّم بشهادة تالتة إعدادي القديمة؟ لأ، هو المفروض يقدّم بعد تالتة إعدادي على طول، لو قدّم في ثانوي واشتغل فيه مش هتنفع.
أوكي. طب هل ممكن يكون في شرط سِن أو حاجة؟ وكانوا كاتبين تقريبًا في أول أكتوبر اللي هو بداية الدراسة ما يكونش السن أكبر من 18 سنة. دي أغلب المدارس بتعملها يعني، المدارس اللي هي برّه الثانوي. حقيقة. طيب غير شروط التقديم، لو أنا شخص بقى كل الشروط تنطبق عليَّ والدنيا تمام معايا، إمم. رحلة التقديم، إيه بالضبط المفروض إن أنا أعمله عشان أقدر إن أنا أبدأ أقدّم وأشوف بقى يعني أقدّم، إيه الحاجات اللي المفروض ألاقي نفسي باعملها؟ أول حاجة بنقدّم إلكتروني وفي الإدارة. التقديم الإلكتروني على موقع الوزارة بيطلب منك بياناتك، رقم القومي والاسم والحاجات دي. ويبقى في منزّلين برضه الورق اللي هتقدّمه في الإدارة اللي أنت تابع ليها يعني. بعدها بمدة بيظهر لك على موقع الوزارة المعلومات بتاعة الامتحان اللي هتاخده، يعني المكان، الوقت، والحاجات دي. بتروح قبل الوقت بنُص ساعة للمكان، بيدخّلوك قاعة انتظار، مكان يعني تستنى فيه. وبعدين يبدأوا ينادوا على أرقام الجلوس أو الطلبة أو أسماء الطلبة يعني. وبيدخّلوا مجموعات أوض بيقعدونا على كمبيوترات بيبقى مفتوح عليها الامتحان أو شاشة البيانات، تكتب البيانات. وبعدين بيدخّلك على الشاشة الرئيسية للامتحان، بيبقى في مؤقت للامتحان والحاجات اللي هتمتحن فيها. حسب ما فاكر يعني كنت بتعرف تختار هتبدأ بإيه وتعمل إيه بعدين. تمتحن، تمشي وتستنى النتيجة. النتيجة بتقول لك ترتيبك الكام واتقبلت في مدرسة إيه أو ما اتقبلتش وبس. وبعدها بقى لو اتقبلت ومقدم على ثانوي عام مثلا تقوم ساحب الورق بتاعك من المدرسة اللي مقدم عليها. وصفحة المدرسة بتنزل الورق المطلوب، المستندات اللي هو الملف والصور وورقة القبول، صفحة القبول يعني. وشوية مستندات تانية كده بتروح المدرسة تقدمهم وبس. تستنى بقى لما الدراسة تبدأ تروح. طيب هل أنت بتمتحن كل حاجة في يوم واحد والّا الدنيا بتبقى متقسّمة على أيام؟ لا، في يوم واحد ورا بعضه. والامتحانات أنت تقدر تختار تكون بالعربي والEnglish والّا لأ؟ اه، متاح. أنتم أصلًا المنهج اللي أنتم بتدرسوه في المدرسة بيكون كلّه English والّا في عربي عادي؟ كله إنجليزي عادي، كله بالإنجليزي. ما طب عدا أنت أصلًا قُل لي ما عدا المواد الأدبية يعني، اللي هي بتبقى قليلة جدا آه، يعني. صح، صح. أصلًا أنت كنت لو حد عايز يستعد للاختبارات، يعني إيه اللي مم. بيكون المنهج اللي أنت بتمتحن فيه أصلًا في الامتحانات دي؟ وعندك اي كيو بيبقى بيركز بشكل أساسي على تسلسلات الأرقام وتسلسلات الأشكال والحاجات دي. فممكن تحلها أنت من مصدر خارجي، أي حاجة نت أو برامج وكده. ده هيفي بالغلط يعني. وبيبقى فيه إنجليزي، ده بيعتمد بشكل أساسي على إن أنت تراجع القواعد ويبقى عندك حصيلة لغوية. الامتحان بتبقى اختياري، بس في الإنجليزي بيبقى فيه قطعتين في الآخر كده وعليهم أسئلة. وعلوم ورياضة، ده بيعتمد على الحل كتير وإن أنت تراجع. بس مش هعرف أحدد جزئية يعني اللي هي يبقى الامتحان عليه. أنت أصلًا وأنت كنت بتستعد يعني هو المنهج كان منهج اللي أنت امتحنته في تالتة إعدادي والّا بيكون مثلًا حاجة إضافية مثلًا والّا هو فعلًا منهج تالتة إعدادي مجرد إن أنا بامتحنه تاني يتأكدوا؟ لا، هو مش منهج تالتة إعدادي أوي، حاجة متفرقة نوعا ما. وهل بيبقى متاح على النت أصلًا مصادر زي نماذج تجريبية وكده والّا المدرسة مش بتوفّر؟ هو تقريبا في مصادر بس مش متأكد أوي يعني. ممكن تلاقي امتحانات قبل كده. مش مشكلة، مش مشكلة، كده، كده في الوصف يا شباب مم. team الresearch بتاع القناة فرصك هيبقى موفّر كذا مصدر كذا مكان أو كذا مبادرة مهتمة جدًا بالراغبين اللي حابين يقدّموا على STEM توفّر لهم مصادر كتير جدًا ويعني معلومات كتير جدًا على موضوع التقديم والاختبارات وكل ده، كل ده هنحطّه في الوصف. غير كده كمان في مصادر يعني أنا متهيأ لي أعتقد يعني بيكون في زي نماذج تجريبية، يا إما بيكون في بعض الحاجات المدرسة بتكون موفّراها، يا إما في حاجات بتكون الطلاب مثلًا فاكرين شكل الامتحان، فبيعملوا
شبه أسئلة جت في الامتحان مثلا، أو مثلا طلاب اتقبلوا فبيقولوا ازاي كانوا بيذاكروا أو الأماكن بالظبط أو الحاجات اللي كانوا بيراجعوا منها، وهل الامتحان فعلا كان يستحق مذاكرة كتير ولا لأ والكلام ده كله. طيب إحنا دلوقتي اتكلمنا على رحلة التقديم، اتكلمنا أكتر على تفاصيل عن الاختبارات اللي أنت هيتم اختبارها، عرفنا هتبقى مثلًا في مدة قد إيه، عرفنا هتبقى بأنهي لغة، عرفنا بأنهي مواد، وطبعًا زي ما قُلت كل التفاصيل دي هتبقى معروضة على الشاشة أو في الملف الموجود تحت. غير كده بقى، وده ممكن يكون أكتر جزء ويعني حاجة بتشغل بال أولياء الأمور، بتشغل بال الطلاب، وممكن تفرق في قرار حد إن هو يدخل المدرسة أو لأ، وهي إيه هو مصير خريج مدارس STEM؟ هو كبداية كده المدرسة لها تنسيق لوحدها، اللي هو النسبة المرنة، بيعتمد على النسبة المرنة يعني. بس بشكل عام هو بيبقى متاح لنا التخصصات العلمية والرياضية بس، مفيش أدبي. أنتم وبيبقى يعني اتفضل، اتفضل. وبيبقى المتاح لثانوي عام في المجالات دي عادي، بحد أدنى كلية علوم. يعني أنتم عادي على طول بتروحوا للمدارس دي الجامعات دي والّا لازمًا تعملوا معادلة مثلًا؟ لا بنروح لها عادي، بس مش بنفس تنسيق ثانوي عام، بيبقى في تنسيق فهمتك. يعني طب أنتم بيكون عادي ممكن بعد الثانوي على طول، هل ممكن تبدأوا تشتغلوا على طول والّا لأ يُفضّل إن حد يكمّل تعليمه؟ لا هي على عكس المدارس أو الحاجات دي، فده أنت بتكمل تعليمك عادي أكنك شغال في الثانوي، يعني تحفة. بتكمل الجامعة عادي. حلو أوي، أوي. يعني من الحاجات اللي كانت بتيجي في بالي إن أنا ممكن مثلًا أكون في STEM في بعض المواد بسبب إن أنا كنت باخدها بكثافة، فممكن ألاقي إن أنا باقابلها تاني في جامعة، فممكن ما احتاجش العلم ده إن أنا أرجع وآخده تاني في جامعة. ففي مدارس تانية مختلفة زي السويدي متاح ليهم إمم، زي جامعات مخصصة ليهم بيكون أنا باكمّل لك على العلم اللي أنا عارف إن أنت أخدته. إمم، فعشان كده حتى كنت باسألك هل هي تندرج تحت المدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية والّا لأ؟ وطبعًا ده المعلومات دي هيتم تو توف هنوفّرها في الوصف. بس اللي أنا برضه متهيأ لي اللي أنا كنت أعرفه برضه إن STEM في جامعات ليها متاحة ليها هي. كان حاجة نزل برضه التعليم الفني بدأ إن هو يعملها إن في جامعات متاحة لمدارس STEM لوحدها، بسبب موضوع إن التنسيق مختلف، بسبب موضوع إن ممكن أحيانًا نتيجة نتائج STEM بتطلع في وقت متأخر على عكس ثانوي عام، فممكن ده يأثّر في إنهم يدخلوا الجامعة. وكمان في بالي كمان إن هم موضوع النسبة المرنة. إمم. أشرح مثلًا بمثال يعني أو كده؟ اتفضل. ماشي، هو دي أمثلة بس، إن مثلًا لو عندنا 500 طالب STEM، يعني مثلًا لو 500 طالب STEM علم رياضة، والمقاعد المتاحة لطلبة الثانوية العادية مثلًا في كلية هندسة بس 5000، أو عدد المقاعد المتاحة لمدارس للتخصص الرياضي كله بشكل عام، يعني حتى الثانوي عام 5000 مقعد، اللي هو بينقسموا لمثلًا هندسة، ذكاء اصطناعي، حاسبات ومعلومات، علوم رياضية، حاجات دي. 5000 مثلًا بنقسم ال 500 دول اللي هم طلبة علم رياضة في STEM على المقاعد المتاحة كلها، فبيطلع لنا مثلًا كام؟ 10%. بناخد النسبة دي بنضربها في عدد المقاعد في كل كلية. مثلًا لو عين شمس هندسة، لو قلنا فيها مثلًا 100 مقعد، لو قلنا مثلًا 10% يعني 10 مقاعد منهم لطلبة STEM. آآ ممكن مثلًا سؤال إيه، ليه ما نعملش هندسة بشكل عام؟ يعني مثلًا هندسة بتقدم 500 مقعد، ليه ما نضربش النسبة بشكل عام؟ فيطلع لنا مثلًا إن منهم 50 لطلبة STEM. فالموضوع إن لمّا تضرب في المقاعد المتاحة في الجامعات أو في الكليات وبعدين تجمعهم، هتلاقي إن متاح لك كده مقاعد أكتر، لو ضربت في
على المقال الكلي. فهمت. بس حلو جدًا، وطبعًا الموضوع ده بسبب إنه ممكن يكون في أرقام كتير، وممكن حد بسبب إن الموضوع إن هو بيسمعه، فممكن الدنيا تتلخبط شوية، هنبقى موفّرين مثال مكتوب تقدروا إنكم تقفلوا الفيديو تبصوا عليه بصّة زي ما قُلت كل الكلام ده هيبقى موجود في الوصف، تقدروا إنكم تفتحوا الملف وتشوفوا كل حاجة فده هيفيد جدًا. إحنا تقريبًا غطينا أهم المواضيع المتعلقة بمدارس STEM، اتكلمنا أكتر عن إيه هي، ليه ممكن حد إن هو يختارها أو يحطها في رغباته، بعد كده لو أنا فعلًا مهتم بيها، إيه هي شروط التقديم عشان أقدّم، بعد كده إيه رحلة التقديم بعد ما أنا الحمد لله باوافق كل الشروط، إيه هي رحلة التقديم اللي أنا هالاقي نفسي باتبعها، وتفاصيل أكتر عن الاختبارات اللي أنا هيتم اختباري فيها وأنا في رحلة التقديم. وعرفنا طبعًا أنت مثلًا بعد ما بتخلّص إزاي بتعرف إن أنت اتقبلت والّا لأ، وإزاي بتقدّم أصلًا وكل ده. بعد كده برضه اتكلّمنا أكتر على مصير خرّيج المدارس دي، هل هو بيشتغل على طول والّا هل ليه مكان في الجامعات والّا الدنيا عاملة فيه إزاي؟ فده كان تقريبًا وضّحنا كل النُقط المهمة، وزي ما قُلت متاح ليكم دايمًا إنكم تحطّوا أي سؤال تحت في الكومنتات أو تبعتوه لنا على أي من وسائل التواصل الاجتماعي بتاعة القناة، هارُد عليكم في أسرع وقت. والكلام أو الرَد بتاعي مش منّي، هيبقى زي ما قُلت من أحد طلاب المدارس دي نَفْسها، منهم محمد ومنهم برضه ناس تانية كمان معانا. كنت عايزة أقول إيه كمان؟ وبس كده، الفيديو بتاع النهارده انتهى، شكرًا جدًا يا محمد النهارده، والله أفدتنا بمعلومات قيّمة كتير جدًا يعني، شكرا لك. بس في تفاصيل، إمم. أي تفاصيل صغيرة أسأل عليها وكده، يعني حد عايز يعرفها وكده. حاليًا الحمد يعني لله إحنا تقريبًا أغلب الأسئلة اللي هُم كانوا سألوها جاوبنا عليها وإحنا بتاع ده وفي نُص الكلام يا إما أنا سألتك عليها، يا إما هو أصلًا تم ذكرها في الشرح، وهيبقى متوفر برضه زي في الملف اللي إحنا هنسيبه تحت. كل الكلام اللي إحنا قُلناه على هيئة سؤال وإجابة، وده ممكن يفرق معاهم جدًا، وهنحط مصادر كمان أو ملفات الوزارة ذات نفسها موفّراها عشان تغطي معلومات أكتر على مدارس STEM أو أيًا كان مدارس من مدارس المتفوقين. وبس يعني ده الفيديو بتاع النهارده كلّه. وطبعًا مش محتاجة إن أنا أذكّركم إنه دايمًا تقدروا إنكم تساهموا في إفادة غيركم عن طريق اللايك والمشاركة والاشتراك. وبجد تاني شكرًا يا محمد على وقتك وإن أنت وافقت تطلع معانا، وعلى معلومات قيّمة، الحمد لله أنت شرحتها بشكل مبسّط وجميل جدًا، شكرًا جدًا ليك. تمام، شكرا لله. بس كده، المفروض يعني قفلت البتاع؟ في